حضرتك. منها واحدة ربنا يخليهم احنا بنوعد ربنا طبعا ان شاء الله اولا واخيرا ان شاء الله يبقى ده يكون في ميزان حسناتنا ان شاء الله، في ميزان حسناتنا وان شاء الله الزيارة تتوالى ان شاء الله، الزيارات كتيره، وفي نفس الوقت زي ما بندعو الاخرين ان هم يساعدوا الناس الموجوده، وفي نفس الوقت احنا بقدر المستطاع المجهود اللي احنا بنبذله، سواء احنا لا بنبخل بمال ولا بمجهود، لانه ده تجاره لن تبور، تجاره مع الله لن تبور. واتمنى ان شاء الله يكون في قبوليه وخالصه لوجه ربنا سبحانه وتعالى، ما بقاش فيها رياء وما بقاش فيها نفاق، اتمنى تبقى خالصه لوجه ربنا سبحانه وتعالى ويبقى في ميزان حسناتنا ان شاء الله يوم القيامه. ربنا طالما ادانا الحمد لله حب الناس، فلازم نستغله في الخير، ولازم نستغله في مساعده الاخرين وكده. سعاده الاطفال النهارده اللي موجوده اللي هم المرضى دول، يعني دي لما بتشوفها في عيونهم ده اكبر حب من عند ربنا سبحانه وتعالى، ده اكبر مكافاه من عند ربنا سبحانه وتعالى. فالحمد لله. يمكن طبعا انا مع منظمه الصحه العالميه في التبرع بالدم المنتظم، ولكن النهارده يمكن الزياره مختلفه شويه، وفي وجود كمان محمد ابو تريكه، لان قد ايه السرور اللي ادخله على كل المرضى اللي موجودين. الحمد لله دي نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى، وواحد يعني مش قادر اقول لك يعني على السعاده اللي هو فيها لما بيحس ان بيقدر يسعد الناس اللي حواليه. فانا بشكر طبعا كل القائمين هنا على الجامعه ان هم وفروا لنا الفرصه دي، ان احنا نبقى في وسط ولادنا الصغيرين اللي هم المرضى، وفي وسط اخواتنا الصغيرين. ورساله النهارده احنا بنقدمها، لان ده دورنا كنجوم في المجتمع، ان احنا نقدم رساله النهارده، ان احنا نقول للناس فعلا يمكن الناس دي في اشد الاحتياج لكل حاجه، مش فلوس بس، دعم وماديات. واتمنى ان شاء الله، لان انا عارف الناس هنا محتاجين اجهزه ومحتاجين حاجات لاولادنا اللي بيتعالجوا كده، وشعب مصر كله شعب طيب وكله خير. فنتمنى ان شاء الله كل الدعم ليهم وكل المسانده للجامعه هنا، ويا رب ان شاء الله اطفالنا دول ربنا يشفيهم ان شاء الله. علشان احنا محتاجين 2 مليون كيس دم في السنه، ونقدر نجمع مليون بس.